السلام عليكم الخوت. الفيلم بالخف ديالنا كيبدا في 5 ماي 1997 مع واحد البطل سميتو جين، وهو مع عائلته غيلتقلوا سكنه جديده ديالو. هو بقى كيشوف هذا المنزل الجديد بحال اللي جا مألوف ولا بحال اللي ديجا شافو قبل من هكذا. وهذا خوه سميتو يو كان واحد الشخص متفوق في الحياه ديالو، وتا في الجامعه كان ديما كيجي هو الاول وكيطلع هو الاول كينجح، وعنده مواهب متعدده وبزاف د المجالات. لكن هذه عام كانت وقعت له واحد الحادثه وجاتو اصابه في القدم ديالو، وغينقلوا الاثاث المنزل الجديد وغيعلقوا اليوميه في الحيط اللي فيها لا دات 5 ماي 1997. وغيطلع جين لبيتو اللي كاين في الطبقه الثانيه، لكن غيلقى باللي خوه تا هو غينعس معاه في نفس البيت، تا هو كيحط حوايجو تما، بسبب ان اللي كان كيسكن في هذا المنزل طلب من باباهم يخلي الاثاث ديالو في ذاك البيت الثاني اللي مسدود لمده 30 يوم، ومن بعد يجي ياخذ حوايجو. وهنا يكونوا كيتغداو وباباهم قال لهم عنده شي واحد فيكم يدخل عندك البيت اللي مسدود، تما حوايج السيد اللي كان ساكن قبل منا هنا، حوايجو خلاهم هنا امانه، عنده شي واحد يمشي يفتح داك الباب ويادي له حوايجو. وجي نسمع واحد الصوت جاي من داك البيت اللي مسدود، لكن باباه قال له هذا الصوت ديال الشتا والسلام، وداك البيت فيه غير الحوايج والاثاث ما تما حتى واحد. وغتجي الساعه ديال النعاس وكلشي غينعس، وجين غيسمع نفس الصوت جاي من داك البيت اللي مسدود. وهنا خمم باش يمشي يفتح هذا البيت يشوف شنو فيه، حتى غيجي خوه وغيخلو وغيقول له ما كاين لا اصوات لا والو، انت غير كيتهيأ لك. وغيداه للزنقه يشموا شويه د الهواء، وغيبان تما الظل ديال شي واحد لداخل من تحت الباب، وغيمشيو كيخلفوا والشتا كطيح عليهم. حتى غيتصل بهم باباهم وغيقول ليو انا باغي واحد الملف محتاج فيه دابا، مشي للمنزل وجيبوا ليا. لكن في هذه اللحظه يو فاش كان غادي للمنزل غادي يتختطف، وخوه جين ما لحقوش، لكن غيحفظ الماتريكول ديال الطوموبيل ومشى عند عائلته وغيعاود ليهم على اللي وقع كامل، وغيسخف وغيطيح. وغيبداو البوليس يحققوا في هذه قضيه اختطاف، والبوليس غيقولوا له باللي ما كاينش شي طوموبيل كحله في نفس الماتريكول اللي عطيتينا، وباللي هما غيحديو التليفونات ديالهم باش اذا اتصلوا المختطفين يطلبوا شي فديه ولا شي حاجه بحال هكذا يكونوا البوليس لاعب. وبعد 19 يوم غيبان خوه يو، لكن ما عقل على والو لا فين كان ولا شنو وقع له. صافي غتولي حياتهم طبيعيه. من بعد جين شاف خوه يو مقصح من الرجله اليمنيه، وغيقول له مالك ياك كنتي مقصح من ثانيه ولا؟ لكن خوه ما غيجاوبوش وغيقول له انا معطل باغي نمشي. وجين غيكمل الماكله ديالو عادي ما يخممش في هذا الموضوع. وجا الليل وجين غينعس على المكتب ديالو عيا من قوه الحفاظه، وجا خوه وهز في يده ستيلو وبقى كيحطو له حدا عينيه وهو جين ناعس. لكن جين كان فاطن به، لكن كان كيمثل انه ناعس. وخوه يو غينزل وغيمشي في حاله، وجين ناض وبقى حاضر وتابعوه وشافو كيخلف عادي ما عنده حتى اصابه في رجله. وفاش غيتبعوه باش يشوفوا فين غادي غيلقاه تلاقى مع داك المحققين اللي كانوا كيحققوا في قضيه الاختطاف ديالو وكيعيطوا ليه غير الزعيم. من بعد غيبقى تابع خوه حتى غيتلف له، وغيلقى المحققين هما اللي تابعينه. من بعد غيعلق ليهم غيتخبى حتى غيجي خوه يو غيبنجو حتى يسخف، وغيفيق جين في بيته فوق المكتب ديالو بحال اللي ما وقع والو من داك الشيء كامل. وفاش شاف خوه خاف منه ودخل طواليت وتخبى. قال له انا شفتك الليله اللي فاتت وشفتك فين كنتي، حيت انا كنت حادي. لكن خوه يو كان كيحاول يقنعو باللي هو كان كيحلم، وهو اللي كامل هو في بيته ما مشى حتى البلاصه. وجين فاش فتح الباب الطواليت كانت في يده واحد الحديده، حيت كان خوفان من خوه. وخوه يو قال له هادشي بسبب انك نسيتي ما تشرب الدواء ديالك. وصافي جين تقتنع وخوه هبط مشى بحالو، وجين جلس كيكمل الحفاظه. غيشوف ديك اللعيبه اللي طاحت من ستيلو فوق المكتب الليله اللي فاتت، فهنا غادي يتاكد انه ما كانش كيحلم وان اي حاجه شافها حقيقيه. وهنا جين غيخمم يفتح ديك البيت اللي مسدود وغيلقى خوه معلق ومشنق، لكن هنا غينوض من نعاس وغيكون هادشي غا حلامه وكابوس. صافي فاق وجا العطش ومشى للمطبخ يجيب الماء، حتى غيسمع ماما كتكلم مع خوه بالتليفون وكتقول له باللي جين بدا كيعيق بهذا الموضوع وخصك تجي دابا باش تشوف معاه شي حل. لكن ماما غتعيق به وهو غيتخبى ويطلع لبيتو من الطاقه اللي كطلع على الزنقه. وفاش غتوصل ماما لبيتو غتلقاه مغطي وناعس، وغتنزل تكمل المكالمه وغتقول اليوم باللي حتى هي تفضحت وحتى هي عاقبيها. هنا جين غيبغي يعلق في حاله وغيلقى باباه غيمنعو، واخا هكاك غيعلق. وتابعوا واحد السيد
كيتخدم مع بابا. هنا غيدخل عند البوليس غيقول لهم باللي كان محبوس مع شي ناس لمده 30 يوم، وهاد الناس كيقولوا باللي هما عائلته، لكن هما باغيين يقتلوه. وفاش البوليس عملوا معه تحقيق الهويه جين تصدم فاش سمع انه خلق في 1977، يعني عنده دابا 41 سنه، لكن جين قال لهم باللي هو عنده يلاه 21 سنه وكيأكد عليهم. فانا البوليس قال له شوف اليوميه مزيان وحسب شحال عندك من سنه. وفاش غيشوف جين غيلقى في لاطات 5 ماي 2017. هنا جين تصدم وغيتخلع وغيبقى يشوف غيلقى حاجات جداد اول نوبه غيشوفوا بحال التليفون. وفاش مشى حقق وشاف نفسه غيلقى انه عجوز وزايد في السن. فانا غيمشي من عند البوليس وغيدخل للمنزل اللي علق منه وغيسمع واحد الاغنيه شاعله في داك البيت اللي مسدود. فاش غيفتح الباب غيلقى جوج ديال المونيكات طايحين وعليهم الدم، وغيشوف يو واقف وغيسولو شكون انت وشنو كاين. هنا يو غيقول له باللي هذا البيت اللي انت واقف فيه وقعت فيه جريمه قتل من 20 سنه دازت، لكن البوليس ما لقاوش القاتل. هنا تقتلت الام وبنتها والقضيه تقيدت ضد مجهول، لكن عائله الضحيه ما استسلموش ووظفوا ناس اللي غيحققوا ويجيبوا القاتل. ويو كان هو اللي مكلف بهذا التحقيق وغيقول له حنا استطعنا نوصلوا للقاتل اللي هو انت. وغيقول له حنا حبسناك في واحد البلاصه وعذبناك مزيان باش تقول لي كاين، لكن انت كنت مصمم باللي انك ما عاقل على والو. من بعد جبنا استاذ في التنويم المغناطيسي اللي كان كيمثل هو الاب ديالك، وهو بيدو اكد باللي انت فاقد للذاكره وما عاقل على والو. عليا قلنا باللازم نخليوك تعيش في الماضي وبالضبط في نفس الوقت اللي قتلتي الضحايا، وهذا الشيء مساعده التنويم المغناطيسي. وعطيناك الدواء اللي غيساعد في نجاح هذه الخطه، وفهمناك انه الدواء ديال الاكتئاب، وجبنا ممثله اللي مثلت انها الام ديالك. وبالتنويم المغناطيسي حطينا الخطه باش نعيشك في الوقت قبل ما توقع الجريمه. بعد هذا الشيء فقتي في الطوموبيل معنا على اساس حنا عائلتك كنتقلوا للمنزل جديد. وفاش حسيتي انك بحال اللي ديجا شفتي المنزل، السبب هو انك ديجا دخلتي له وقتلتي السيده وبنتها هنا. وهذا الشيء كامل باش جا على بالو تفاصيل الجريمه ويهيئوا له البلاصه ادق التفاصيل وحتى الاغنيه اللي كانت مشعوله فاش قتلهم. وهذا الشيء باش يساعد الميموار ديالو، لكن الخطه فشلت فاش البوليس قبض على يو، حيت ذاك اليوم كان كيطيح الشتاء وكان نفس الجو فاش وقعت الجريمه. عليا كانوا كيتسناو تطيح الشتاء باش ينفذوا هذه الخطه، لكن جين ما عاقل على حتى حاجه من هذا الشيء وغيعلق وغيتلاح من الطوموبيل. وفاش يو غيبغي يتبعوه حتى هو يعمل قصيده، وجين بغى يعلق وغتدخل فيه الطوموبيل وغياخذوه للمستشفى. وهنا غنوليو للماضي 5 ماي 1997 فاش كان جين غينتقل مع عائلته الحقيقيه للمنزل الجديد وغيعملوا واحد القصيده وغيموتوا باباه وماماه الحقيقيين. وخوه غيدخل في غيبوبه ويحتاج بزاف ديال الفلوس العمليه، وجين بقى سيموا وهو خدام كيجمع الفلوس العمليه، لكن ما قادش يجمع الفلوس وبغى يسلف، لكن حتى حد ما بغى يسلف له هذا المبلغ اللي محتاجه للعمليه خوه. هنا غيجي واحد الميساج للبيسي من واحد السيد مجهول قال له انا نعطيك الفلوس اللي محتاج، لكن تقتل واحد السيده بلا ما تقتل ولادها. وجين غيوافق حيت هو كان محتاج في الفلوس، وداك السيد غيصيفط له العنوان. وفاش مشى جين غيلقى السيده ومعها ولدها ناعسين في بيت الناس. هنا جين جاتو حاله ندم وندم وخمم ما غاديش يقتلهم وبغى يمشي في حاله، لكن هاد السيده غتشوفو وغتبدا تغوت وغتفيق حتى البنت حتى هي غتبدا تغوت وغتمشي تخبى في بيتها، وهو غيتبعها وبغى يقول لها ما تخافيش غاسكتي انا ما غنقتلكش. وبلا ما يقصد طاح عليها ودخل فيها موس اللي كان شاد في يده. هنا دخلت ماماها وشافت اللقطه بدات كتغوت. هنا ناض ليها طعنا بالموس وماتت في نفس الوقت. دخلت في المسجله الكاسيت وخدمت ديك الاغنيه بالصوت مجهاد. هو فقد الاعصاب ديالو وبدا كيبكي. وفاش كان جين غيعلق شاف الفوطو ديال الطبيب اللي مسؤول على العمليه ديال خوه، وهنا فهم باللي الطبيب هو اللي كلفو بالمهمه. ملي كان ماشي في حاله شاف واحد الوليد بدا كيشوف فيه من بعد مشى في حاله. فهنا مشى لعند الطبيب للمستشفى وسولو علاش طلبتي مني نقتل الزوجه ديالك. هنا الطبيب قال له كيف ما انت باغي تنقذ خوك انا باغي ننقذ الاولاد ديالي بالفلوس التامين على الحياه الزوجه ديالي اللي غنشد. فهنا الطبيب فاش سمع ان تا بنته ماتت غيهجم على جين وبغى يلوحو من السطح، لكن جين غيتقلب عليه والطبيب هو اللي غادي يطيح ويموت. وهذا الشيء اللي غيخلي جين جاه صدمه ويفقد الذاكره ديالو. عليا ما كان عاقل على والو من هذا الشيء كامل. وهنا في هذا المشهد فاش فاق جين وحده يو وقبل ما يحط له السم في المحلول باش يقتلو، جين قال له انا باغي نتلاقى بعائله الضحايا حيت انا تفكرت كل شيء. هنا يو غيقول له شكون اللي كلفك تقتل الام وبنتها، وانا شاكك باللي الزوج ديالها الطبيب هو اللي كلفك بهذه المهمه باش تقتلو باش يشد التامين على حياته. وزاد قال له عقلتي على ذاك الطفل اللي تلقيتي بهذاك اليوم هو انا ذاك الطفل.
واقف وغيقول له باللي حياته تقلبت بعد ما شافو ذاك اليوم، وان عائلته خداو منه فلوس التامين ولاحوه في الزنقه، وهو كان الحلم ديالو يشد داك اللي قتل ماماه واختو ويفهم السبب وينتقم منه، هذاك يقتلو. هنا جين قال له باللي هو اللي قتل ماماه واختو بلا ما يطلب منه شي واحد، وهذا الشيء باش هو يدي الذنب بوحده. لكن يو عاقبه كي كذب، ما بغاش يقتلو ولا حدا داك باكونه اللي فيها السم ومشى، وغيمشي لواحد الطاقه وغيتلح منها وغيموت، حيت بالنسبه ليه كان باغي يسمع غير الحقيقه. وجين بسبب هذا الشيء اللي عملته هو غيحقن نفسه بداك السم وغيموت. هنا تسالى الفيلم بالخف ديالنا، وتحياتي لكم الخوت.